يا صباح الخير يا صباح الفل. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هشارك معاكم طريقة القرص الطرية. انا هعمل قرص طرية فجهزت المقادير بتاعتي. انا معايا 3 كيلو دقيق، دقيق ابيض صالح لجميع الاستخدامات. دي اول حاجة معايا. تاني حاجة مهمة جدا في القرص ريحتها، فمعايا شمر وينسون، يعني 3 معالق كبار من الشمر و3 معالق كبار من اليانسون. طحناهم في المطحنة وجهزناهم معانا بالطريقة دي. والكل كيلو دقيق كيس خميرة. احنا ضاربين المقادير في 3. عايزة تعملي كيلو واحد بس يبقى هي حاجة واحدة بس. نرجع تاني لمقاديرنا. دي كوباية كاملة من الزبدة، وهنزود على الخليط ده نص كوباية كمان من السمنة وقت العجن. يعني انتي معاكي كوباية ونص مادة دهنية، ومعانا 3 معالق كبار من اللبن البودرة. اللبن البودر اي نوع لبن بودر من عند العطار وبيتجاب، و3 علب زبادي بلدي، لان اللبن البودرة والزبادي من الحاجات اللي بتخلي المعجنات اللي بتعمليها طرية جدا جدا جدا، سواء بقى كانت فطاير، قرص، بيتزا، اي حاجة تعجنيها بزبادي وبلبن بودرة بتبقى طرية جدا. فاحنا كده معانا 3 كيلو دقيق، 3 اكياس خميرة فورية، 3 علب زبادي، ومعانا 3 معالق كبار لبن بودرة، و3 معالق كبار من الشمر، 3 معالق كبار من اليانسون، وكوباية كاملة من الزبدة، ونص كوباية سمنة. لو ما عندكيش سمنة استخدمي كوباية ونص زبدة. لو ما عندكيش سمنة وما عندكيش زبدة خلاص استخدمي الزيت. المهم ان هي هتحتاج كوباية ونص من المادة الدهنية. انا حطيت كوباية كاملة من الزبدة ونص كوباية من السمنة. عايزة تعملي كيلو واحد من الدقيق، خلاص يبقى انت هتستخدمي كيلو دقيق هيتعجن بعلبة زبادي. هتضيفي عليه مع كيس من الخميرة، كيس واحد من الخميرة، معلقة كبيرة شمر، معلقة كبيرة ينسون، وطبعا معلقتين سكر ورشة ملح. ده في حالة ان انت بتعملي كيلو واحد بس، وكل ما بتضاعفي المقادير بتزودي بنفس المقدار. طبعا اهم حاجة في العجن هي ان احنا هننخل الدقيق. هتعملي كيكة، هتعملي قرص، هتعملي بيتزا، اي حاجة فيها دقيق لازم يتنخل، طبعا علشان النظافة. تاني حاجة بيدخل في الدقيق نفسه هوا، فبيخلي الحاجة معاكي هشة، بيبقى العجين بتاعك هش وبيبقى الدقيق بتاعك هش كده ودخله كتير من الهوا. فانا جهزت بقى المنخل بتاعي، وبدأت ان انا انخل كده الدقيق اللي معايا. ممكن كمان بقى، طبعا هو العجينة كلها ما اتعجنتش بس بالثلاث علب زبادي دول، لا ده انا كان عندي كمان شوية لبن ضفتهم. وكمان يعني بعدها بدأت بقى اضيف مية دافية، كل شوية مية دافية لحد خلاص ما لقيت العجينة لمت وبقت حلوة معايا، بتلزق بس مش بتسيب عجين في ايديا. هبتدي بقى اضيف المكونات الجافة كلها مع بعض الاول. معايا 3 كيلو دقيق ابيض صالح لجميع الاستخدامات منخول، عليه 3 معالق كبار شمر، 3 معالق كبار من ينسون مطحونين. كمان هضيف عليهم 3 اكياس من الخميرة الفورية. انا ضامنة الخميرة بتاعتي لان انا بجيبها وبشيلها في التلاجة. لو انتي مش ضامنة الخميرة بتاعتك تقدري تاخدي الكيس بتاعك وتحطيه على كوباية مية دافية، وعليها معلقتين سكر، وتقلبيها وتغطيها وتشوفي هتتفاعل وتخمر ولا مش هتتفاعل، وعلى اساس ده استخدمي. بس الطريقة الأضمن علشان تحافظي على الخميرة ان انتي وقت ما بتشتريها بتشيليها في التلاجة بتاعتك على طول. طبعا بعد ما خلصنا الخميرة، اهم حاجة ما تنساش ان انا احط وراها السكر. فانا حطيت على ال3 اكياس خميرة 4 معالق كبار من السكر. واللبن البودرة عشان يخليها معايا طرية.
احط اللبن البودرة في اي معجنات بصراحة، بيزود القيمة الغذائية وبيخلي طعمها حلو وبيخليها طرية قوي مع الزبادي. وطبعا اي عجين هتعجنيه لازم يتزود عليه رشة بسيطة من الملح. فانا برضو هنا هحط رشة صغيرة من الملح على العجين بتاعي. وبعد ما تضيفي كل المكونات الجافة لازم تقلبيها مع الدقيق. هي كده رشة بسيطة كده من الملح. نقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعض، واللبن طبعا البودرة. تمام كده. طبعا انتي بقى لو عندك عجان هيسهل عليكي قوي، هتعجني اي مقدار انتي عايزاه وهيبقى الموضوع بالنسبة لك بسيط ومش مجهد. وكمان هتلاقي نفسك بتعملي الموضوع ده كل اسبوع مرة مثلا، يعني هتعملي مرة ميني بيتزا، اسبوع تاني قرص، اسبوع تالت مثلا واحدة كيكة بالشوكولاتة والتانية فانيليا، وهتلاقي بقى الموضوع بالنسبة لك كده سهل. واصلا العجين انا بحس ان هو بصراحة بيملى البيت بركة، بغض النظر عن انه في الشتاء بيدفي او كده، لا حتى كمان في الصيف انا بحس ان هو بيملى البيت بركه. يعني انت بتلاقي في اي وقت كده ساعه الفطار في حاجات جاهزه، حد جاع في نص اليوم مع كوبايه شاي بلبن وبتلاقيه اكل وشبع واكل كمان حاجه كمان مغذيه، يعني مش اكل اي حاجه. لو على العشاء موجود برضو حاجه، ما بتبقيش بقى محتاجه ان انت كل شويه تشتري بقى من الفرن فينو، عايزه تجيبي عيش جبن بقى، والحاجات دي اصلا بقت مكلفه جدا. فانا بحس بصراحة ان العجين في البيت بركة. هو مجهد طبعا لما تيجي تعجني كمية مع بعض، فبتبقى طبعا مجهدة لو بتعمليها على ايدك، بس يعني هي بتبقى حلوة وبصراحة تستاهل التعب. يعني هي حاجة تستاهل التعب. كفاية ان انتي بتبقي ضامنة ان ولادك بياكلوا في حاجة مغذية، وانتي عارفة ان هي مش اي حاجة، وما كلفتكيش حتى نص ما كنتي هتجيبيها جاهزة من بره. يعني نتوكل على الله كده والموضوع بيبقى ان شاء الله بسيط برضو، وما بتبقاش صعبة والله. يعني كانت سهلة جدا، اتعجنت في ربع ساعة، وسبتها ساعة كانت خمرت، وهي يدوب قرصناها وسويناها في ساعة تانية، والموضوع ما خدش مني وقت خالص، وكانت خفيفة جدا والله عن كل مرة كمان، الحمد لله. حطينا بقى كوباية كاملة من الزبدة زي ما قلت لكم في البداية. انا كان عندي زبدة اللي هي اي نوع زبدة بيتباع بره، انا استخدمت زبدة فيرن، اللي هي الفيرن اللي هي اللي بتتباع في اي سوبر ماركت، دي اللي كانت عندي واستخدمتها. وزودت بعدها نص كوباية من السمنة البلدي. مش بقدحها على النار، انا بس بدفيها كده، بسيحها، لان طبعا هي انا بشيلها في التلاجة. قلبي بقى كده الحاجة بقى، الدقيق في الدهون بتاعتك. ما عندكيش لا سمنة ولا زبدة زي ما قلتلك استخدمي زيت بس. يعني هيفرق في قوام العجينة، هيخليها مقرمشة شوية. ده اللبن بقى اللي قلت لكم ان انا برضو زودته، دفيته، وكمان زودته برضو كده. ولما بقى حضفت الزبادي واللبن خلاص، بقيت بعد كده بزود بقى ميه دافيه عشان الم بيها العجينه. تفضلي بقى زودي ميه، ملهاش معيار، يعني زودي واعجني كتير، وما تستسخريش ما ما توفريش يعني مجهودك وصحتك في العجن. اعجني كويس قوي عشان تشرب كل الميه والسوائل كويس، وبعدين تبقي عارفه ان كانت هتحتاج تاني ولا هي خلاص كده كويسه. لان ممكن تعجني عجنه بسيطه وتبصي تلاقيها ان هي لا، العجينه بقى سابت منك وساحت ومفيش دقيق تاني تلميها.
يعني كتير حصل معايا الموقف ده، اعجن عجنتين وازود ميه وعجنتين ابص الاقيها لا خلاص كده مني باظت. فبعد ما تضيفي الميه او اللبن او ايا كان اللي انت بتعجني بيه، اعجني كويس قوي. يعني انا فضلت اعجن في الكميه دي بتاع ربع ساعه لحد ما اتاكدت ان هي خلاص كده لا محتاجه ميه ولا محتاجه دقيق. في بقى حاجه بقى انا اكتشفتها المره دي خصوصا وانا بعمل القرص دي. انا كل مره لما بعجن القرص انا بعجن بايديا عادي زي اي حد في بيته. بس المره دي انا قلت لا البس برضو كده جوانتي عشان الشكل برضو والتصوير والحركات. اكتشفت بقى ان الجوانتي يساعدني كتير في العجن. العجينه مش بتلزق في الجوانتي فبتسيب بين ايدي وانا بعجن، فما فيش المجهود بتاع ان انتي بترفعي العجينه بايدك وهي لازقه في ايدك وتنزلي تاني ايدك وانتي بتعجني والكلام ده. انا فعلا العجن المره دي وانا لابسه الجوانتي كان مسهل جدا الموضوع وما كانتش متعبه. لما كنت بعجن بايديا من غير الجوانتي كانت العجينه بتبقى فعلا متعبه للايد. مش عارفه بقى هو ده سببه ايه بصراحه، بس انا المره دي اكتشفت ده. وعشان اعرف بقى القوام بتاعها المظبوط اضطريت ان انا اقلع الايد التانية من الجوانتي عشان اعرف هي كده العجينه عايزه تاني ولا لا، لان هي اصلا كده كده بتسيب من الجوانتي مش بتلزق فيه. فخلاص زي ما انتي شايفه بقى كده هو ده قوام العجينه المظبوط، ان هي بتلزق بس مش بتطلع عجين في ايدك، وطريه جدا. وكل ما كانت العجينه طريه وهي لسه نيه كل ما هتبقى طريه وهي مستويه. لو عملتيها يعني متماسكة وناشفة وهي لسه عجينة نية اعرفي ان هي هتبقى ناشفة منك بعد السوا. انا بقى حبيت كده بعد ما خلصت ان انا اسويها وادهن وشها بحبة سمنة بلدي كده على الوش واغطيها واسيبها بقى في مكان دافي وضلمة. فانا حطيتها يعني غطيتها بالغطا بتاع الحلة وحطيتها على الرخامة وحطيت فوقيها فوطة عشان برضو حاجة تدفيها شوية. وكده كده احنا في صيف والجو حر يعني. تقدري بقى تحشيها اللي انتي عايزاه. ممكن تجيبي ملبن من الفرن وتحشيها ملبن، ممكن تجيبي عجوة وتحشيها عجوة، ممكن تجيبي جبنة بيضة وتحشيها جبنة بيضة، ممكن تسيبيها سادة. انا كان عندي جبنة بيضة وما كانش عندي ولا عجوة ولا ملبن، بس انا كان عندي قرفة فقلت خلاص انا هحشيها بالقرفة والسكر برضو بتبقى جميلة جدا. انتي ممكن بقى كمان تعملي شوية قرفة زي ما انتي شايفة كده وتحطي عليها سكر وتروحي حاطة بقى كمان عليها معلقتين نسكافيه، هيدوها بقى طعم مميز خالص. مش هتبقى القرص اللي هي الطريقة التقليدية دي، وبتبقى حاجة حلوة يعني انت كأنك حاطة عليها مربى ولا كأنك بتاكليها حاجة مسكرة في نص اليوم يعني. انا بقى جهزت هنا قرفة وسكر وقلت خلاص انا هعمل نص الكمية سادة ونص الكمية هحشيها قرفة وسكر. ببتدي اخد بقى كده زي ما نقول كده قرصة كده من العجينة، كورة كده صغيرة، واروح مكوراها وفرداها حاطة فيها معلقة صغيرة خالص من القرفة والسكر، واروح لما الحروف وقفلاها على الحشوة وابتدي ألفها وانا تانية اطراف صوابعي. الايد اللي انا بلف بيها ببقى تانية اطراف الصوابع بحيث ان انا اكورها وبحطها في الصينية او في الصاج وما بفردهاش دلوقتي. يعني انا بعمل مثلا 3 كور ب3 كور واحطهم وافردهم بعد ما اجمع مثلا 3 ولا 4 جنب بعض، بحيث ان هي بتبقى الدقيقة دي على فكرة بتفرق بتخمر تاني وبتلاقيها سهلة في ان انتي بتشكليها كده. مجرد ما بتضغطي عليها بايدك يمين وشمال بتلاقيها اتدورت وبقت اخدت شكل القرصة. واحدة تانية اهي برضو
بنبقى ثانيين اطراف الصوابع وبنكور العجينة. خلي بقى المساعد الشيف الصغير بتاعك يساعدك، ويا حبذا لو هو مش بيساعدك. وتروحي بقى كده ايه قافلة الاطراف وخلاص ومكورة، وبروح حطاها برضو وسايباها. بعد دقيقة كده ولا حاجة اكون عملت كورتين 3، اروح متكية عليها بصوابعي جنب بعض، مرة بالطول ومرة بالعرض، وبلاقيها اتدورت. اللي هتتعمل بقى بالقرفة والسكر، انا دهنتها، عملت معلقة عسل اسود عليها معلقتين مية، وابتديت ان انا ادهن الوش بتاعها. هاتي تاني وحطي على دي. اللي كانت سادة ما دهناش الوش بتاعها، سبناها عشان تبقى مختلفة. بس العسل والمية كده بيدي لون جميل قوي للقرص. بس خلاص كده. اللي سادة بقى دي اللي عايز ياكلها بقى بجبنة، اللي عايز زي كل واحد بقى زي ما هو عايز. وخلي بالك هنشغل الفرن، هنشغل الشواية والفرن، هنشغل الاتنين مع بعض علشان ما تاخدش وقت طويل في السوا فتنشف. يا دوب هي 5 دقايق هتكون اتحمرت من فوق واتحمرت من تحت، مش اكتر من كده. كل ما كان وقت التسوية قليل كل ما كانت الحاجة طرية. بس والحمد لله بقى كده ايه خلصت. والله كانت سهلة جدا وما كانتش متعبة. دي اللي كانت مدهونة من على الوش بالعسل ومحشية بالقرفة والسكر، شوفوا قد ايه طرية، طرية جدا، وكان طعمها مسكر وجميل قوي. واللي ما كانتش محشية كانت سادة، ما كناش دهنينها من على الوش عشان اللي بياكل يبقى عارف دي ايه ودي ايه. ومن تحت التسوية بتاعتها حلوة، يعني هي من تحت بامبي ومن فوق برضو بامبي. اللون الذهبي ده في المخبوزات بيبقى هو ده الوقت الكويس في الخبز. بس جربوا الوصفة، قولي في الكومنتات رأيكم فيها، ان شاء الله تظبط معاكم وهتبقى جميلة. ويعني مفيش اسهل والله من كده. اعملوها على دخلة المدارس، هتنفع جدا جدا وهتسد معانا جدا في المدارس. وبألف هنا وشفا يا رب على اللي أكل. وهستنى منكم باللايك، وهستنى منكم تشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم فيها وتعليقاتكم الحلوة. وخلاص لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهستنى منكم رأيكم. سلام.